ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده وصفة العيش الشامي. الكل اللي طلبها مني لما نزلت الفيديو القصير طلبوها مني في الكومنتات. تمام، كل اللي طلبوا الوصفة ومستنيين وصفة العيش الشامي في البيت بمنتهى السهولة. هنعمل مع بعض عيش السندوتشات الصغير. تقدري تستخدمي حجم اكبر او تكبري حجم العجينة، مفيش اي مشكلة. انا بالنسبة لي عملت ده عشان يبقى حلو على قد الساندوتش. شايفين قد ايه العيش طري وجميل وبيتفتح. تقدري تحتفظي بيه في كيس في الفريزر وتقدري تطلعي وقت الاستخدام، مفيش اي مشكله. يلا بينا ندخل بقى ونشوف هنحتاج ايه في الوصفه بتاعتنا النهارده. وصفتنا النهارده معانا نص كيلو من دقيق المخبوزات، عليه ربع معلقه من الملح، معانا كمان سكر، ومعانا خميره، ومعانا ميه دافيه للخميره وميه دافيه للعجن. وهسيب لك المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف او في اول كومنت. معانا دلوقتي الخميره والسكر حطيناهم في شويه الميه الدافيه الصغيرين. هنقلبهم كويس جدا جدا ونسيبهم بس على جنب ثواني ونغطيهم كده. ونجيب الدقيق بقى هنقلبه مع معلقه الملح او مع شويه الملح. هننزل بالخميره بقى بعد ما قعدت شويه وحسيت ان هي خلاص بدات تتفاعل. هنزل بالخميره بتاعتي، هنا بستخدم خميره فوريه، معاها السكر. تمام، وبضيف برضو في الدقيق نص معلقه سكر كده. طبعا هي ما جاتش اللقطه دي، انا قلبت الملح وبعد كده قلبت السكر الباقي، مفيش اي مشكله. هبدا بقى انزل واحده واحده بالميه الدافيه معايا واعجن بعد ما نزلت الخميره. وهبدا اعجن كده بالراحه واشوف الدقيق معايا بيحتاج ميه ولا لا. انا هنا مستخدمه للنص كيلو دقيق حوالي 250 ملي من الميه. تمام، هبدأ بقى ألم العجينة بتاعتي كويس جدا وأعجنها مدة ما تقلش عن 10 دقايق. شوفي أنا كده لميت العجينة، هبدأ أخدها من الطبق بتاعي وأبدأ أعجنها على الكاونتر بتاعي أو على المفرش حلو جدا عشان تكون عجينة ملساء. هعجنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت مدة ما تقلش عن 10 دقايق، لو في العجان هتبقى حوالي 6 7 دقايق. شايفين العجينة بقت ملساء ازاي وجميلة. هحطها بقى في الطبق بتاع العجن بتاعي عشان اسيبها تختمر. وهنا تقدري تستخدمي زيت. انا هنا ما كانش عندي زيت نوع حلو فللاسف ما حطيتش، بس انتي بتحطي بقى زيت تدهني العجينة من فوق ومن تحت كده عشان ما تلزقش وتبقى حلوة تقدر تخلع بسهولة. سيبناها ساعة اختمرت، هبدأ اخدها وانزلها على الكاونتر عشان اقطع قطع العيش. انتي لو هتستخدمي العيش الكبير هتعملي حجم الرغيف 80 جرام. طبعا يفضل استخدام الميزان، وحضرتك برضو لو ما عندكيش تقدري تستخدمي بالنظر. انا بالنسبه لي عيش السندوتشات الصغير هعمل حجم القطعه 50 جرام. معايا الميزان اهو، هحط عليه القطعه واوزن، هيبقى معايا 50 جرام حجم القطعه او الساندوتش الصغير. هقطع بقى بالطريقه دي كل العيش اللي معايا وهوزنه بالميزان بالظبط عشان احصل على ارغفه متساويه للساندوتشات بالشكل ده اهو. واكورها حلو وهركنها اخلص كل الكميه بتاعتي. طبعا يفضل ان احنا بنغطي العجين اول باول علشان ما يشققش. وبعد كده هبدأ استخدم اول واحدة خالص، هفرش بقى طبق الدقيق كده فوق وتحت وابدأ استخدم النشابة بتاعتي بالراحة كده او المردانة بتاعتي او الفرادة زي ما بتسموها. وهبدأ اعمل كده بالشكل ده. وده كده حجم الرغيف. هاخده بقى كده وانفض منه الدقيق، شايفين بسمك 1.5 سنتي. وهبدأ احطه على صينية او مرشوشة بالدقيق وهغطيه. هكمل برضو بنفس الطريقة اهو بالراحة خالص. ده الحجم زي ما قلت لك حجم عيش المطاعم. هبدأ اهو افرد عشان ما يلزقش معايا. فردت العجينة معايا بمنتهى السهولة اهو. هبدأ برضو اخد الرغيف بتاعي بالراحة كده وبين ايديا انفض الدقيق. هخلص كل الكمية بقى ونشوف شكلها. بعد كده العيش بتاعي اهوت انا هبدأ بقى ايه، طبعا هنغطيه ونسيبه لمدة نص ساعة علشان بعد كده نسويه. وهنستخدم هنا الطاسة بتاعتنا او الجريل، مش هنستخدم الفرن. على بقى نار متوسطة بالشكل دوت. سخنت الطاسة بتاعتي حلو جدا والنار عندي متوسطة مش هادية ومش عالية. وهحط الرغيف العيش بتاعي، مش هدهن اي حاجة في الطاسة بتاعتي. تمام، وهبدأ بس معايا اي حاجه بقلب بيها سواء الاسباتشولا او معلقه خشبيه او اي حاجه بالراحه. شايفين بيبدا واحده واحده قدامك اهو بيطلع. شايفين انا بس مجرد ان انا بجيبه يمين وشمال، ما بعملش اي حاجه غير كده. وبيبدا اهو هيبدا يعلى
كل ما بيقعد شوية اهو. بس لو حابة انتي تساعديه بالراحة خالص، ويفضل انتي لو اول مرة تعمليه يا ريت لا مش تعملي الحركة دي. شايفين اهو؟ لو انتي قلبتيه على الجزء التاني هتلاقيه بمنتهى السهولة جدا. هو ارتفع لوحده. شايفين اهو؟ ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. العيش بتاعي رفع اهوت بمنتهى السهولة. تمام، هقلبه بقى على الناحية التانية بالشكل ده علشان برضو يستوي من الجنب التاني. شايفين ما شاء الله العيش بتاعي منتفخ ورافع ازاي؟ ومجهزين طبعا فوطة نظيفة علشان نطلع عليها العيش ونغطيه علشان ما ينشفش. اول باول كده نحط الرغيف عادي ونروح مغطيين عليه بالراحة خالص. خلاص كده تمام. هنشيل بقى الرغيف بتاعنا ونبدأ نحط غيره. الرغيف بتاعنا شايفين شكله حلو ازاي اهو؟ زي ما قلت هغطيه وابدأ احط غيره بمنتهى السهولة. والصلصة ما فيهاش اي حاجة، لا بنحط مادة دهنية ولا بنحط اي حاجة، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، بسم الله ما شاء الله اهو زي ما انتوا شايفين، ومش بياخد وقت خالص. تقدري تضاعفي الكمية، بدل نص كيلو دقيق تعملي كيلو دقيق. انا النص كيلو بالحجم ده عمل لي 16 رغيف. بسم الله الله اكبر. الرغيف بيتباع ب2 جنيه في الافران. انتي هتعملي من نص كيلو 16 رغيف. تمام كده اهو بالشكل ده. نعمل مع بعض واحد تاني. طبعا انتي تقدري تنضفي اي بقايا دقيق بفوطة نظيفة، مفيش اي مشكلة. بالراحة خالص تاني اهو قدامك بكل التفاصيل. مش حاسفه حاجه. وبعتذر ان انا مطوله عليكم الفيديو، بس عشان تشوفي فعلا ان العيش مش بياخد وقت ومش صعب خالص. زي ما انتوا شايفين بيبدأ الهواء يتوزع، وهو ما شاء الله عليه مختمر حلو جدا. شايفين؟ بالراحه خالص اهو العيش بتاعي اتنفخ وما شاء الله بيقب حلو اهوت. هقلبه. شايفين اول ما قلبته على الناحيه التانية رفع اكتر. تمام، هخلص بقى ونرجع نشوف شكله في النهايه. وده الشكل النهائي للعيش بتاعنا. شايفين؟ بسم الله الله اكبر. عمل معايا زي ما قلت لك 16 رغيف من الحجم بتاع السندوتشات بتاع المطاعم. شايفين؟ بجد طري وطعمه حلو جدا وريحته تحفه بجد. وفري واعملي لاولادك في البيت. ينفع مع الجبنه، مع الطعميه، مع اي سندوتشات. طعمه حلو قوي قوي. وصفتي ليكم النهارده العيش الشامي بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه للسندوتشات بمناسبه دخول المدارس. تقدري تعمليه وتحتفظي بيه اكبر وقت في الفريزر وتطلعي منه مفيش اي مشكله. اتمنى يا رب وصفتنا النهارده تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفه وحسيتي ان انتي استفدتي مني النهارده، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. ولو في اي وصفه معينه حابين تشوفوها معايا على القناه يا ريت تبعتولي في الكومنتات. واشوفكم في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.